تخيلي عملت كمية الكب كيك دي كلها، اللهم بارك، من بيضة واحدة بس. ما شاء الله 18 قطعة كب كيك ببيضة واحدة. دي ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اول حاجة معايا بيضاية، نص كوباية زيت، ونص كوباية لبن، وربع معلقة من الفانيليا. وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. معايا كمان هنا بقى دي في بولة تانية هحط بقى كوباية من الدقيق وانخلها كويس، ومعايا كمان كوباية من السكر ونص كوباية من الكاكاو. الاول هنخل الدقيق بتاعي كويس، وكل ما تنخلي طبعا انت عارفة بتدخلي هوا وتبقى العجينة بتاعتك والكيكاية بتاعتك في الاخر تبقى هشة وحلو. الكوباية بتاعتي بتاعت السكر ما خدتهاش كاملة، نقصت منها شوية كده. ومعايا نص كوباية من الكاكاو الخام. اللهم بارك، الكاكاو ده يعني اسباني. هو سايب كده من عند العطار. ولكنه كان جميل جدا، اللهم بارك. لونه حلو وما فتحش كده. في كاكاو بجيبه ساعات بلتقى لونه مبيض كده، مش غامق، لكن ده اللهم بارك حلو. ومعايا باكو كيك شيف. يبقى معايا كوباية دقيق، كوباية يعني ايه ناقصة شوية كده من السكر، ومعايا نص كوباية من الكاكاو الخام. وهبتدي وباكو كيك شيف، وهبتدي او بيكنج باودر اللي انت عايزاه. وبعد كده هنزل بالمكونات السائلة اللي احنا عملناها، واقلب الخليط. هلتقاه قفش وبقى رخم كده، ما تقلقيش انت كده في تمام، يعني ماشية تمام. معايا بقى هنا كوباية من المية السخنة المغلية، وهبتدي ان انا افك الخليط بتاعي كده بيها لعند ما التقاه لمع معايا، تلاقي لونه بيلمع كده وبقى ناعم وجميل كده. وقلبي في اتجاه واحد. تمام. معايا بقى هنا القوالب الكب كيك، وحاطه فيها الورق. وهبتدي ان انا انزل بقى بالخليط بتاعي كده في قلب القوالب. ومعايا برضه قوالب سيليكون. اللهم بارك، عملت معايا 18 قطعة. تخيلي، من بيضة واحدة، ونص كوباية دقيق، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن. اللهم بارك، عملت الكمية ديت حاجة تفرح العيال جدا، بتبسطوا يعني. اللهم بارك. وغير مكلفة خالص اهي. هدخلهم بقى الفرن ربع ساعة، 15 دقيقة بالظبط، تطلع معاكي بالشكل ده. استودعكم الله، والسلام